عايزك تركز معايا بقى في الفيديو ده، لاني جمعت لك من وجهة نظري افضل 30 موبايل من كل الشركات في كل الفئات السعرية، من اول 5000 جنيه لحد 25,000 جنيه. كل الموبايلات دي من وجهة نظر الشخصية بتقدم اعلى قيمة مقابل السعر في فئتها. مش هاجي في الفئة السعرية بتاعت 5 مثلا افرض عليك موبايل من شركة معينة، لا، انا جايب لك كل شركة من الشركات الموبايلات المميزة عندها من وجهة نظري واللي بتقدم قيمة مقابل سعر. مش هتكلم في اي تفاصيل، مش هقول اي حاجة، هقول لك بس الموبايل ده انت ممكن تفتقد معاه ايه وايه الحاجات اللي بتميزه سريعا. فقبل ما اقول لك اي حاجة، اكيد ما تنساش لايكك، سبسكرايبك الرايق، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. لايكك وشيرك بيفرقوا كتير جدا في انتشار الفيديو، محتاج الشير جدا في الفترة دي منك، ومحتاج اللايك عشان يساعد على انتشار الفيديو، لان الفترة دي اليوتيوب مش احسن حاجة في اقتراحاته. هسيب لك كمان كل منصاتي على السوشيال ميديا تحت في الديسكربشن، تيك توك، فيسبوك، كل اللي انت عايزه هتلاقيه. انزل بس انت بص بصة كده. اما دلوقتي بقى خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناه ام ريفيوز، وخلينا نبدا مع اول شركه هي شركه اونر. رقم 1 اونر اكس 7 اي، ده سعره دلوقتي للنسخه ال 428 في فئه 4500 4600 جنيه، وده احسن موبايل ممكن تختاره من اونر في فئه 4000. وفي حاجات كتيره بتميزه الصراحه، زي البطاريه ال 6000 ملي امبير الممتازه، الشحن ال 22.5 واط، الاداء الكويس في الاداء اليومي. وبوضح كلامي، الموبايل ده لا يعتمد عليه خالص في تجربه الالعاب، او هتاخد تجربه ضعيفه جدا. فلو انت عايز تلعب فئه 4 5000 جنيه اصلا في السوق المصري مش احسن حاجه انك انت تلعب فيها. دي الحاجات اللي بتميز الموبايل، واهمهم الشاشه ال 90 هرتز الممتازه اللي بتدي لك اداء كويس جدا، والسوفت وير المستقر اللي ما فيهوش اي مشكله، وعندك كمان شبكات محترمه جدا. لو انت قادر انك تزود شويه وعايز حاجه من اونر محترمه شويه، فعندك الاونر اكس 7 بي، سعره دلوقتي في حدود ال 8000 جنيه، وشايف انه بيقدم صفقه كويسه على شركه اونر حاليا بسبب البطاريه 6000 ملي امبير المحترمه جدا، الشحن ال 35 واط الافضل شويه، وهتاخد هنا بقى سماعات ستيريو وشكل شاشه اشيك، وكمان سطوع شاشه اعلى، وتجربه كاميرات افضل، ومعاك هنا كاميرا اساسيه، كاميرا الترا وايد، على عكس طبعا الاونر اكس 7 اي كنا بنتكلم في فئات قليله جدا. فده تاني اختيار ليك لو انت قادر انك تطلع شويه وتزود من اونر. تعال بقى نبص على اونر في الفئه المتوسطه، وهم اختيارين بالنسبه لي. لو انت معاك في بدايه الفئه المتوسطه 12 13000، اونر اكس 9 بي. المميز في الموبايل ده من وجهه نظري شاشه خطيره، تصميم ممتاز، اداء قوي جدا وما عنديش عليه اي اعتراض نهائي، الاداء فعلا ممتاز والسوفت وير سلس جدا، بطاريه 5800 ملي امبير محترمه، وشاحن صاروخ 35 واط. وبرضه لو عايز تلعب هتلعب مع الموبايل ده. العيوب بتتلخص في حته السماعات المونو، ده اكبر عيب. لو انت مش فارقه معاك العيب ده، فعلا ده موبايل خطير جدا من اونر، وبينافس اقوى الموبايلات الموجوده هنا. لو قادر انك تزود شويه وتاخد موبايل بقى يكاد يكون بدون تنازلات وتطلع لل20، فعندك الاونر 200 بضمان سنه، عامل 20000 جنيه دلوقتي للنسخه ال 12 256، ودي اللي انا اشجعك ان انت تشتريها، بلاش النسخه ال 512. واقدر اقول لك ان اكبر عيب هنا انت ممكن تواجهه في الموبايل لو انت عايز 90 فريم في تجربه الالعاب، وكمان بتدور على دعم مقاومه الغبار والميه. غير كده بقى كل حاجه بتفكر فيها موجوده في الاونر 200. انا بالنسبه لي الموبايل ده من اكتر الموبايلات المميزه، وخصوصا تجربه الكاميرات. لو انت بتحب اونر وعايز اكتر موبايل بيدي لك تصوير احترافي، مش هتلاقي احسن من الاونر 200. كده 4 موبايلات من شركه اونر في الفئه المتوسطه والاقتصاديه. تعال بقى ننتقل لشركه ريلمي. مبدئيا لو عايز تبدا من ريلمي، بدايتك هتكون مع الريلمي سي 51 4900 5000 جنيه. هتاخد اداء كويس، مفيش اي مشكله في الاداء اليومي، شاحن 33 واط، شاشه ممتازه كويسه جدا هتقضي معاك الغرض، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل محترمه جدا، وبطاريه تكمل معاك اليوم. واحنا هنا بنتكلم في فئه قليله، فما تدورش على تجربه الالعاب خالص. طيب انا عايز العب من ريلمي وعايز حاجه تكون كويسه، زود شويه لحد 6500 واطلع لريلمي سي 65. هتاخد شاحن اسرع شويه 45 واط، وهتاخد معالج جي 85 هيبدا يخليك تلعب، وهتاخد استخدام يومي احسن شويه، وتجربه كاميرا خلفيه افضل مع انها 50، بس طبعا المعالجه هنا افضل، الاداء اليومي احسن بكتير من حاجه زي الريلمي سي 51. وكمان شكل الشاشه هيكون اشيك وعصري اكتر. لو انا قادر اطلع شويه ممكن تجيب الريلمي سي 67، سعره دلوقتي للنسخه ال 8 256 7500 جنيه. للاسف النسخه ال 628 بترجع وبتختفي وبترجع وبتختفي، بس لو لقيتها قدامك اشتريها. هنا في السي 67 ايه اللي انا هاخده زياده؟ هتاخد كاميرا اساسيه افضل، شاشه احلى، والحواف بتاعتها افضل من وجهه نظري، ولكنها لسه اي بي اس 90، بس هي فول اتش دي بلس، رؤيه الشاشه هتبقى افضل.
بتاخد كمان هنا من وجهة نظري سماعات ستيريو ممتازة جدا، ولكن بتتنازل شوية في تجربة الألعاب، بس بتاخد أداء يومي أفضل وأحسن بكتير، وكمان الشبكات هي أنا عايز موبايل أعلى شوية من ريلمي، قادر إن أنا أطلع فوق لحد 9000 جنيه، فيجي دور الريلمي 12 ال 4G. الموبايل ده أنا شايفه ممتاز جدا من ريلمي، مش واخد حقه الصراحة. شاشة خطيرة لو أنت بتدور على مشاهدة المحتوى فعلا، وعايز شاشة مفرقعة ممتازة، فهنا أنت بتاخد شاشة قوية جدا وسطوع بيوصل ل 2000 نتس، ومعاك شاحن صاروخ 67 واط، ومعاك تجربه كاميرا اساسيه محترمه جدا وسماعات ستيريو. ولكن خد بالك الموبايل ده مش موجه لتجربه الالعاب الثقيله، ده اخره 39 38 فريم، ممكن يوصل في بعض الاحيان ل 40 فريم، لكن اكتر من كده صعب. عايز موبايل موجه للالعاب اكتر، هتزود لحد 10000 وتجيب الريلمي 11. موبايل قديم ولكنه بيقدم لك الجي 99 اللي مش موجود للاسف في الريلمي 12. بس مع الريلمي 11 هتاخد سماعات مونو مش ستيريو، وفي نفس الوقت الشاشه حوافها اكبر شويه، والشاشه سطوعها اقل من الريلمي 12. بقيه الحاجات التانية تعتبر شبيهه جدا ببعضها، حتى تجربه الكاميرات الاثنين قريبين من بعض، والاثنين ما فيهمش كاميرا الترا وايد انجل. دول بالنسبه لي 5 موبايلات من ريلمي في الفئه الاقتصاديه، اختار منهم اللي يعجبك، وكل واحد على حسب فئتك السعريه، بلاش تخرج بره ال5 موبايلات دول. اما بالنسبه للريلمي في الفئه المتوسطه من وجهه نظري هم اختيارين حاليا، ريلمي 12 بلس والريلمي 12 برو، هتلاقيهم قدامك في نفس الفئه السعريه. والافضل بالنسبه لي انك تختار ريلمي 12 برو. ليه؟ عشان الكاميرا ال2 اكس الممتازه، وتعدديه الكاميرات، وحتى تصوير الكاميرات افضل، ومعاك اداء يومي افضل، شكل شاشه اشيك، خامات احسن بكتير موجوده في الريلمي 12 برو. فانا شايف ان الريلمي 12 برو هو اختيارك. لو انت بقى بتميل للالعاب اكتر، بتخاف من الشاشه الكيرف، هنا هيكون دورك او اختيارك ريلمي 12 بلس. اسعارهم ايه؟ من 13700 لحد 13900. واخيرا بنختم بالريلمي 12 برو بلس. لو انت عايز اعلى حاجه ممكن تعتمد عليها من ريلمي زياده عن الريلمي 12 برو، انك بتاخد معالج اقوى شويه، بتاخد كاميرا 3 اكس ومعاك ل 120 اكس، ولكن بتدفع 3000 جنيه زياده او اكتر من 3000 جنيه كمان. فلو انت مش فارقه معاك الحاجتين اللي انا قلتهم دول، خليك في الريلمي 12 برو وما تجيبش الريلمي 12 برو بلس. بالنسبه لسلسله الريلمي 13 الجديده يا جماعه، لسه ما وصلتش مصر وما اتسعرتش بشكل رسمي. اول ما تتسعر بشكل رسمي اكيد هقارنها بسلسله الريلمي 12 ونشوف فعلا هل ريلمي قدمت قيمه مقابل سعر ولا لا. ولكن البدايات غير مبشره، لان ريلمي نزلت الريلمي بي 1 برو ما بيقدمش اي قيمه مقابل سعر، وديني قدامك ما حطيتوش في اي ترشيحات. فكده من ريلمي احنا خدنا 8 موبايلات و4 من اونر. خلينا نكمل ونروح لشركه سامسونج. بدايتك في سامسونج هتكون من خلال الاي 05 اس، النسخه ال 428 في حدود 5300، والنسخه ال 628 في حدود ال 5900. موبايل محترم، اداء كويس جدا، شاشه فول اتش دي بلس مع 90 هرتز حلوه جدا، عيبها بس شكلها، ولكن في الفئه دي تعدي عادي مفيش اي مشكله. كاميرا اساسيه كويسه، معاك بصمه، معاك كل اللي انت نفسك فيه هنا على حدود الفئه دي، وخصوصا ان فئه 5000 جنيه ده اقوى اداء انت ممكن تاخده كاداء يومي او كاداء العاب. طبعا الشبكات في سامسونج مش افضل حاجه، ريلمي واوبو وبقيه الشركات دي تعتبر بتقدم شبكات افضل ولكنها مقبوله. عايز تطلع شويه من سامسونج، تاخد الاي 15 نسختين تركز معاهم، يلا 428 اللي ب 6300، يا اما ال 628 اللي ب 6800، وحذاري انك تروح لل 8256 اللي ب 8400، لان هنا في اي 25 هنجيله دلوقتي. المهم انك هنا بتبدا تاخد شاشه افضل شويه، اموليد بقى بدل اي بي اس، والوان مفرقعه وهكذا، وبتبدا تاخد معالج اقوى يعتمد عليه اكتر، وتجربه كاميرا افضل. فلو انت يفرق معاك الثلاث حاجات دول، الاي 15 اطلع له وما تجيبش الاي 05 اس لو تقدر تزود. يجي بعد كده الاي 25 من سامسونج في فئه 8000 جنيه، ده افضل اختيار دلوقتي عند سامسونج تقدر ان انت تجيبه. لو انت بتدور على خدمات ال 5 جي، بتدور على تصوير الفيديو ال 4K، عايز ال 120 هرتز مع شاشه سطوعها اعلى شويه، وتجربه كاميرا اساسيه وكاميرا الترا وايد افضل، وفي الاداء اليومي هتاخد اداء افضل، فروح للاي 25 وما تجيبش الاي 15. لو مش محتاج الحاجات دي خليك في الاي 15، هيكون اختيار كويس جدا ليك. نطلع شويه من سامسونج، بتوصل للاي 34، ده في فئه سعر 11000 جنيه حاليا من سامسونج، وشايف ان ده موبايل من سامسونج ما بين الفئه الاقتصاديه والفئه المتوسطه. يعني لو انت مش قادر تطلع للموبايلات اللي انا جاي لها دلوقتي، تبدا بالاي 34. دعم مقاومه الغبار والميه معاك شاشه خطيره، اموليد ممتازه 120 هرتز كويسه جدا، اداء ممتاز بيوصل ل 60 فريم في اغلب الالعاب، ودي حاجه تعتبر كويسه، كاميرات ممتازه، ومعاك تصوير ال 4K برضه، والسماعات الاستيريو، فانت ما بعدتش تماما. طبعا كل مشكله موبايلات سامسونج ما فيش حاجه في العلبه، ولكن المشكله الاكبر ان الشاشه هنا ووتر دروب نوتش، وفي ناس ما بتحبش الشكل ده. بعد كده لو قادر تزود، يجي دور الاي 35 النسخه 828، وده انا شايف ان انت تركز عليها وبلاش النسخه ال 256، وهقول لك ليه دلوقتي. بتبدا بقى تاخد زياده عن ال 34 الظهر الازاز، شاشه بقى شكلها اشيك بالهول بانش مع الاحتفاظ بال 120 وهكذا. لسه معاك دعم مقاومه الغبار والميه عادي، لسه معاك السماعات الاستيريو، ولكن المعالج هنا اقوى شويه، اكزينوس 1380، ولكنه
بيسخن اكتر من الدايمنست 1080 عشان نكون على علم وتكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي. وهتاخد تجربه كاميرات الطف شويه بالنسبه للكاميرا الاساسيه والكاميرا الالترا وايد مع الاحتفاظ بتصوير الفيديو ال 4K. ليه انا ما اخترتش الاي 35 النسخه 8256؟ عشان الاي 55 النسخه الضمان الدولي ال 8256 حاليا ب 15000 جنيه، وال 8256 من الاي 35 ب 14400، فانت هتزود 600 جنيه وتاخد الاي 55 بمعالج اقوى بفريم من المعدن مع ظهر الازاز، فهنا بتاخد فخامه اكتر، في نفس الوقت بتاخد تجربه كاميرات خلفيه افضل. فخليك في الاي 55 وما تجيبش النسخه الكبيره من الاي 35. 6 موبايلات من سامسونج انا حطيتهم لك في الفئه الاقتصاديه والفئه المتوسطه مع 12 موبايل من اونر ومن ريلمي، يبقى كده 18 موبايل. وخلينا نخش على شركه شاومي بقى. ولو انت عايز تبدا من شاومي في بدايه فئه 4 ل 5000 جنيه، هنا هتختار ريدمي 13 سي النسخه ال 428، دي سعرها 5200 بالظبط. احلى حاجه فيه نقطه المعالج اللي هيدي لك اداء محترم جدا، ومعاك بطاريه ممتازه، بصمه موجوده في زرار الباور، الدنيا هتمشي معاك ومش هتعاني تماما، خصوصا انك بتحب شاومي وعارف مشاكل السوفت وير بتاعهم اللي بتظهر كل حين واخر. قادر تزود شويه؟ اطلع وهات الريدمي 12 النسخه ال 828 دلوقتي ب 6300، هتاخد شاشه افضل بشكل احلى، معالج اقوى شويه حلوين، وتجربه كاميرا افضل، وهتاخد شاحن اسرع 33 واط، وهتاخد ظهر من الازاز. فدول شويه تطورات هتاخدهم في الريدمي 12 عن الريدمي 13 سي. لو قادر تطلع اطلع وهاته. عايز بقى تبدا في الشاشات الاموليد والالوان الحلوه، تطلع لفئه 7400 للريدمي نوت 13 النسخه ال 628، هتاخد شاشه احلى بكتير. بقى من هنا بنبدا الاموليد ال 120 والحواف القليله، كاميرا افضل من وجهه نظري، واداء يومي احسن من الريدمي 12، وخصوصا انه موبايل احدث هيدوم معاك اكتر، ومعاك نفس البطاريه ال 5000 ملي امبير ونفس الشحن السريع، ولكن معاك هنا سماعات ستيريو، فبتاخد مشاهده محتوى امتع في الريدمي نوت 13. الفئه المتوسطه بقى من شاومي بدايتها البوكو اكس 6 برو، وده تجيبه لو انت بتدور على تجربه الالعاب وعايز شاشه خطيره. ده الموبايل ده بيتميز في النقطتين دول قوي، والاداء هنا حلو، مش هتواجه مشاكل في سوفت وير شاومي لان المعالج قوي قادر انه يغطي على السوفت وير، ومعاك 67 واط وحاجات كتيره حلوه، واهمهم السماعات الاستيريو. قادر انك تطلع شويه اكتر البوكو اف 6 اللي انت بتاخد معالج بيدي لك 120 فريم في الثانيه مش 90 زي اللي موجود في البوكو اكس 6 برو، وكمان بتاخد كاميرات احلى، وبتاخد نفس الشاشه مع نفس سرعه الشحن والكلام ده كله. فالموبايل ده برضه خطير وحلو جدا. وانا ما جبت سيره الريدمي نوت 13 برو ولا الريدمي نوت 13 برو بلس لان سلسله الريدمي نوت 14 برو جايه قريب جدا. 5 موبايلات كمان من شاومي، فكده 22 موبايل. نيجي دلوقتي لشركه اوبو ونبدا بالاوبو اي 3 اكس. لو عايز حاجه من اوبو في الحنين، ده موبايل مش موجه للالعاب، ولكن هتاخد شاشه حلوه بتوصل ل 1000 نتس بالهول بانش، وهتاخد شحن 45 واط ممتاز، وهتاخد اداء كويس جدا في الاداء اليومي يمشي الحال. وافتكر انك بتدفع 5500، فده مقبول جدا على فئته السعريه. اوبو بتقول انه مقاوم للصدمات بشهاده رسميه. لو قادر انك تزود شويه نجيب الاوبو اي 60، ده النسخه ال 628 ودي اللي تركز عليها، سعرها دلوقتي من 7300 ل 7500. هنا بتاخد اداء افضل شويه لان هنا بقى معاك 680 وبتاخد نفس الشحن ال 45 واط، ولكن كمان بتاخد سماعات ستيريو. فالموبايل ده يدوم اكتر من الاي 3 اكس، وخصوصا في حته الاداء لو انت بتبص لقدام شويه. اخر الفئه الاقتصاديه عند اوبو، لو انت عايز حاجه حلوه قوي من اوبو، فعندك الاوبو رينو 12 اف النسخه ال 4 جي، حلو جدا ب 9500 حاليا، ال 8 256. من هنا هتاخد شاشه اموليد بقى، وهتاخد دعم مقاومه الميه، وشاحن 45 واط ممتاز، سماعات ستيريو. فالموبايل توليفه حلوه، وهتاخد تجربه كاميرات ارقى بقى. بس فكره المعالج هو لسه انت مش هتحس بفرق كبير لان المعالج اقتصادي. عايز تحس بالفرق بقى فتاخد الاوبو رينو 11 اف من اوبو، ده سعره 12000 دلوقتي في الفئه المتوسطه، وانا شايف انه خلطه حلوه. دايمنست 7050 مع شويه الحاجات الحلوه اللي اوبو عاملاها لك، وكمان معاك شاحن 67 واط. يمكن عيوبه انه بيجي بسماعات مش ستيريو مونو، ولكن الموبايل يعتبر خلطه كويسه جدا من اوبو في الفئه المتوسطه. وكده 4 موبايلات كمان من اوبو في الفئه المتوسطه، فوصلنا ل 26 موبايل بالظبط. تعال ننتقل لشركه جوجل. هتكلم سريعا عن موبايلين، بيكسل 6 برو والبيكسل 7 برو. بيكسل 6 برو بيتراوح سعره في حدود مستعمل من 13 ل 16000 جنيه، ولو انت مش عايز المستعمل فهتجيب البيكسل 7 برو، مازال موجود دلوقتي جديد، سعره من 25 ل 25500. والاثنين حلوين جدا وممتازين، وموبايلات جوجل معروف عنها
انها بتقدم كاميرات فلاج شيب، بتقدم تجربه فلاج شيب، بتقدم حاجات كتيره حلوه، ولكن الافضل بالنسبه لك لو انت مقلق شويه من فكره المستعمل خليك في البيكسل 7 برو، اختيار قوي من جوجل. دول كمان موبايلين من جوجل، فقفلنا ب 28 موبايل. واخيرا موبايل من فيفو، موبايل من انفينكس، الفيفو في 40 ده احسن حاجه عند فيفو حاليا. ما رضيتش ارشح حاجه في الفئه الاقتصاديه لان ما عندهمش حاجه تذكر الصراحه. الفيفو في 40 اختيار قوي جدا، سعره 23000 دلوقتي. قلت قبل كده وهسيب لك المراجعه هنا في الاي فوق والمقارنه بينه وبين الاونر 200 انه موبايل يعتبر بدون تنازلات، كل اللي بتفكر فيه موجود في الموبايل ده، بس الاهم انك مش بتدور على تجربه العاب 120 فريم. غير كده بقى الموبايل ده فيه كل حاجه انت نفسك عايزها، حتى فيه اعلى مقاومه للميه والغبار اي بي 68 واي بي 69. واخيرا انفينكس ما عندهاش غير موبايل واحد دلوقتي في الفئه الاقتصاديه، فات من 4 ل 5000 جنيه لو عايز تشتريه، هو الانفينكس هوت 40 اي. موبايل برضه بيقدم قيمه عاليه جدا مقابل السعر، وممتاز بصراحه ككاميرا خلفيه، كاداء مع تي 606 وسوفت وير انفينكس اللي يمشي معاك الدنيا. ومعك 4 جيجا بايت رام، 128 جيجا ذاكره تخزينيه، بطاريه 5000 ملي امبير، الشاحن طبعا 10 واط زيه زي بقيه المنافسين، ولكن هو كويس جدا. واللي بيميزه انه بيقدم شاشه من الهول بانش في فئه قليله زي دي، فدي حاجه تحسب بالنسبه لي لشركه انفينكس. دول 30 موبايل من كل الشركات من وجهه نظري. لو عندك اي موبايل تاني عايز تعرف هل الموبايل ده بيقدم قيمه مقابل سعر ولا لا، اكتب لي اسمه تحت في الكومنت. وما تنساش بعد التعب والمجهود ده لايكك، سبسكرايبك الرايق، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا دايما كل جديد. وكالعاده انتظرنا فيديو جديد. سلام.